دخل الغلام سوق الوراقين في بغداد. فضل يتطلع بانبهار لكل حاجة حواليه. السوق ما كانش مزدحم بالناس، بس كان مزدحم بالكتب، كتب عربية، فارسية، لاتينية، مكسوة بالجلد الفاخر، ومزينة بمية الدهب، ومعطرة بالزعفران. الغلام قال لنفسه: يا الله، ما أجمل هذا المكان. في واحد من الحوانيت أو الدكاكين كان في شيخ قاعد على ترابيزة صغير، ومعاه قلم من البوس بيكتب بخط جميل مرتب. بعد ما يخلص الصفحة يرش عليها شوية رمل ناعم ويهزها عشان تجف، وبعدين يواصل العمل بنفس العناية. الغلام فضل يراقبه شوية، وبعدين قرب منه وبكل خجل قال له: هل أقدر أشتغل معاك في نسخ الكتب يا سيدي؟ الشيخ تأمل الغلام بعناية. كان عنده تقريبا 12 سنة، وشه أبيض، شعره أشقر، غالبا مش عربي. سأله الشيخ: هل بتجيد الكتابة بالعربية؟ الولد نط ودخل جوه الدكان، وخد ورقة وقلم من البوس وكتب بعض الآيات القرآنية. الشيخ كان بيراقبه وعلى وشه ابتسامة. أول شرط لتعلم المهنة دي هي حب الكتب وعشق الكتابة. لو عملت كده هتبقى كاتب ناجح. الولد ده كان اسمه ياقوت أو ياقوت، وجاي من حماة، وما كانش عنده مأوى في بغداد. الشيخ قرر يعلمه وكمان يقويه علشان يبقى كاتب كويس. ياقوت اتعود يقعد كل يوم على ترابيزة صغيرة قدام الشيخ. الشيخ كان عايز ياقوت يحب مهنة الكتابة، فخلاه يختار الكتاب اللي عايز ينسخه. ياقوت اختار كتاب اسمه المسالك والممالك. وأحيانا كان بيسيب الكتابة ويسرح بعينيه في وسط السطور دي. الشيخ كان بيبتسم. ليه؟ لأن دي عادة المبتدئين اللي بيسحروا بالكلمات اللي جوه الكتب. فجأة ارتفع في السوق الهادي صوت غريب. كان في منادي بيدق على الطبلة وبينادي بصوت عالي: يا أهل بغداد، يا أهل بغداد، عبد هارب، غلام عنده 12 سنة وأصله رومي. الشيخ سمع شوية وقال لياقوت من غير ما يرفع راسه: ياه، ده في نفس سنك يا ياقوت. ياقوت ما ردش، والشيخ ما شافش اللون الأصفر اللي كسى وش ياقوت ولا إيده اللي بتترعش وهي ماسكة القلم. المنادى واصل كلامه: سيده هو عسكر ابن نصر الحموي، اللي يلاقيه له مكافأة كبيرة، واللي بيتستر عليه حق عليه العقاب. الشيخ مرة تانية وهو بيكتب قال لياقوت: ياه، هو كمان من حماه؟ الشيخ لما ما سمعش رد من ياقوت رفع راسه وبص لياقوت وملقاهوش قدامه. ياقوت كان رجع في آخر الدكان، كان عايز يستخبى وسط الكتب، وشه كان مصفر شاحب. الشيخ ناداله: ايه يا ياقوت، مالك، في ايه؟ ياقوت قال له هو بيحاول يداري خوفه واضطرابه: مفيش يا سيدي، انا بس مريض شوية. لما روحوا بالليل ياقوت كان لسه بيترعش، ووصلوا للبيت. الشيخ عمل له شوربة سخنة ووصاه ينام لحد الصبح. لكن الشيخ صحي قلقان في نص الليل، كان لسه خايف على ياقوت. راح لغرفة ياقوت ولقى ضوء خافت طالع من تحت البيت. الشيخ قرب، لقى فتحة صغيرة في الجدار اللي بيطل على أوضة ياقوت، وبص جوه الغرفة. شاف ياقوت قاعد قدام مصباح صغير وقاعد بيكتب وهو منهمك جدا في الكتابة. الشيخ اتعجب لما شاف إن ياقوت مش بينسخ حاجة، يعني مش قاعد بينقل حاجة، ده بيكتب من ذاكرته. كان قدامه صفحات كتير وواضح إنه كتبها في ليالي كتيرة خلال ساعات السهر الطويل. الشيخ اكتشف إن غلامه مش ناسخ عادي، ولكنه كاتب ومؤلف. الشيخ خبط، فتح باب الغرفة ودخل وقال بهدوء: يا ياقوت، يا ابني يا صغير يا حبيبي، انت ليه قاعد بتكتب لغاية دلوقتي؟ الوقت اتأخر قوي. ياقوت اتفاجئ بدخول الشيخ، وما كانش فيه فرصة يخبي كل الحاجات اللي بيعملها ولا الورق الكتير اللي هو كاتبه. الشيخ قعد وبص في الورق ده وابتدى يقرأ. ياقوت كان بيألف معجم
عن أسماء البلدان الإسلامية وأماكنها وتاريخها ومواقعها وأحوالها كمان. كان بيرسم بالكلمات خريطة لكل بلدان المسلمين، صور لشعوبها ومساجدها، وكمان كان بيكتب عن عاداتهم وتقاليدهم. الشيخ كان مذهول: انت زرت كل الأماكن دي يا ياقوت؟ ياقوت قال له: أيوة يا سيدي، كنت بشتغل مع قوافل التجار وسافرت كتير وشفت كتير، وعلشان تبقى عارف أنا عشان أكمل الكتاب ده لازم أسافر أكتر عشان أشوف باقي بلدان المسلمين. الشيخ كان مذهول، طول عمره عايش وسط الكتب لكن ما شافش كتاب زي ده. الشيخ قال: هيبقى كتاب رائع يا ياقوت، هيخدم الرحالة، التجار، الحكام، وكل أهل الحكمة والتنجيم والأدب. يا له من كتاب رائع يا ياقوت. ياقوت قال وهو بيجمع أوراقه: عشان كده يا سيدي أنا لازم أواصل السفر. الشيخ هتف بحرارة: لأ يا ابني لأ، أجل سفرك شوية، ولك مني الأمان وكرم الضيافة. من النادر إن الواحد يستضيف في بيته كاتب كبير، هساعدك على تأليف الكتاب بكل ما في وسعي. دلوقتي خليني أروح أصلي الفجر وأرجع. الشيخ قام لبس عبايته وساب البيت بسرعة، وما انتبهش ياقوت إن لسه في وقت طويل على أذان الفجر. لكن ياقوت استمر بالكتابة باستمتاع. الطرق قدامه كانت بتمتد والبلدان بتظهر زي كائنات حية بتتطور وبتنمو. سمع ياقوت صوت الباب الخارجي بيتقفل، افتكر الشيخ الطيب رجع من الصلاة، رفع راسه ولقى معاه شخص تاني. يا ربي، ده عسكر ابن نصر الحموي، ده السيد اللي اشترى ياقوت عبد رقيق من سوق النخاسين. عسكر هتف وهو بيبص على الغلام: أيها الغلام الهارب، وقعت في إيدي أخيرا. ياقوت في يأس رمى القلم، افتكر إن الشيخ وشى بيه وبلغ عنه وهيرجع تاني عبد. لكن الشيخ قرب من عسكر ابن نصر الحموي وقال له بحزم: افتكر اللي اتفقنا عليه، قبل أي حاجة اقرأ الأوراق اللي كتبها والكتاب اللي ناوي يألفه. عسكر هدي وقعد على الأرض وفضل يتصفح الأوراق ويقرأ. الصمت خيم على الأوضة. ياقوت كان قلقان وعايز يهرب بأي طريقة، لكن عسكر ابن نصر رفع راسه وقال: يا للذكاء الحاد، كل الأماكن دي رحناها سوا أنا وإنت، لكنك يا ياقوت شفت حاجات أنا ما شفتهاش. كتاب رائع، عشان كده أنا بعتقك لوجه الله. ياقوت فرح: بجد يا سيدي، بجد أنا مبسوط جدا جدا. عسكر قال له: أيوة، أنت حر من دلوقتي، حر في السفر معايا ومشاركتي في تجارتي، وإنك تتفرج على باقي البلدان اللي ما شفتهاش عشان تكمل كتابك بأحسن صورة. الرجلين والغلام كلهم كانوا مبسوطين وفرحانين، لأن الليلة شهدت مولد أديب كبير وهو ياقوت الحموي، واحد من كبار الرحالة المسلمين اللي حطوا أسس الجغرافيا عند العرب. وكان كتابه معجم البلدان أول موسوعة وافية عن أحوال العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري. ياقوت ما اكتفاش بده، لكنه كتب عن كل الدول في الزمن ده، وكمان ألف معجم عن الشعراء وكتاب تاني عن أنساب العرب، وكتير كتير من الكتب اللي أسس بيها الحموي علم الجغرافيا الإسلامية، وكتير كتير من الكتب اللي أسس بيها ياقوت الحموي علم الجغرافيا الإسلامية وخلته علم من أعلم. كنت معاكم مروة بكر.